سمعت عن الكبة النية على الطريقة السورية كيف تنعمل؟ تابع معنا الفيديو الأخير. معكم الشيف أنور. السلام عليكم، يسعد اوقاتكم جميعا اصدقائي واحبابي متابعين قناة الشيف انور. نحن اليوم حنعمل طبق الكبة النية بكل بساطة، وطبق مميز وسهل كثير. تابعوا معنا الفيديو الاخير، وبالنهاية لا تنسوا تكتبوا لنا تحت بالتعليقات شو رايكم بالاكل تبعنا، شو ملاحظاتكم، وشو حابين نعمل بالفيديوهات الجاية. اشتركوا بالقناة وخلونا اللايك الحلو تبعكم لنقدر نستمر. مكونات طبقنا اليوم اصدقائي مثل ما اننا شايفين. اول شغله واهم شغله، انا عندي نص كيلو هبره ضاني، يعني لحمه حمراء بدون دهن ابدا، يفضل تكون ضاني. وعندي 150 جرام برغل ناعم. عندي جوز اللي هو عين الجمل، عندي 100 جرام. وعندي ليمونه، وعندي نعناع اخضر، وعندي بصله رح استعمل نصها، والليمون رح استعمل منها القشره. وعندي ملح، فلفل اسود، كمون، دبس فليفلي عندي 3 معالق، وعندي 3 معالق طحينة، وعندي دبس رمان للزينة، وعندي فنجان زيت زيتون. هلا بجيب الليمونة، باخد منها القشر من برا لبرا، بس الاصفر. هلا اول شغله شو بعمل؟ بجيب اللحمه الحمراء، بقطعها قطعه صغيره مشان تنزل بالماكينه. وعندي هون نص البصله قطعتها معها، وعندي النعناع، وعندي قشر الليمون، هلا رح اخذ برغلات انقعهم بالمي حتى افرمهم بتاني وش مع اللحمه. اللحمه حافرمها وشين، اول وش اللحمه والخضره اللي حطيتها، وتاني وش بدي افرم معها البرغلات. هلا حنزل عليها الفليفله. هلا حنزل عليها البرغلات، حنزل عليها نص الجوزات. هلا مثل ما شفنا فرمنا اللحمه مع الخضره والشين، وحطينا البرغل مع اللحمه فرمناهم وش، وحطينا العين الجمل نصهم بالطبق بدون فرم، ونص الثاني فرمناه على الماكينه. هلا شو بنساوي؟ بنجيب الطحينه، بننزل الطحينه عليها هيك مثل ما اننا شايفين، وهلا بنحط زيت الزيتون، وبنحط لهم نص معلقه ملح، وبنحط فلفل اسود ربع معلقه، وبنحط لهم ربع معلقه كمون. وهلا بقات بندعكها.
اذا لاحظتوا انا البرغل غسلته غسيل ما نعقته حتى نفش. ليش؟ لاني حطيت عليها زيت الزيتون وحطيت عليها الطحينه، وهدول اثنين سوائل البرغل بيشربهم، وبيطلع البرغل روحه وحده، والكبه النيه بتكون مثل ما احنا بدنا. وهي الكبه النيه بتعيش معنا بالبراد يوم واثنين وثلاثه ما بتنشف، مو بعد ما نساويها بتصير مثل صبة الباطون. هيك اكلتنا صارت جاهزه، هلا بعد بدنا نزينها. وهي طبقنا الكبه النيه هلا صار جاهز. بتمنى تكون اكلي عجبتكم، اكيد حتجربوها تعطوني رايكم فيها. بس بالنهايه لا تنسوا الاشتراك بالقناه والضغط على اللايك، وكتبوا لنا تحت بالتعليقات شو حابين نعمل بالفيديو القادم. انتظرونا بفيديو جديد. باي باي.